في ناس كتير قوي كانت متفائله اول ما ميدو جه من انجلترا. قالوا ميدو ضحى بملايين كتير قوي، جه ميدو ساب كل حاجه عشان خاطر الزمالك، ميدو بيحب نادي الزمالك. ناس كتير عجبته نادي الزمالك، استاذ ممدوح عباس، عمرو الجنايني، اسامي كبيره قوي. كابتن حسام حسن هو طبعا، او كابتن ابراهيم وكابتن حسام التوأم، هو اول من اقنعه ميدو. شيكابالا رفيقه زي ما دايما بيقولوا. بس ميدو النهارده يعني الموضوع بيقلب مشكله كبيره جدا. الزمالك ناس بتقول ان الزمالك يعني كان غلط في حق ميدو، اما ما ايدوش او غلط في تأييده، فميدو قعد ركن 6 شهور او رايح 6 شهور. ناس تانية بتقول هو ميدو، طب ميدو ادى ايه نادي الزمالك؟ هو الراجل في النهايه في الاول وفي الاخر محترف، بيجي بيتفق على حاجه بيعملها، بيتفق على عقد بيعمله، ليه فلوس ياخدها، عليه حاجه لازم يعملها. خبرنا بقى بيقول ايه؟ بيقول ميدو يشكو الزمالك وانجلترا وجهته المقبله. ميدو اخيرا يطلب الخلع زي ما قلنا. ميدو بيشكو نادي الزمالك لاتحاد الكوره، ميدو بيطلب مستحقاته اللي ما خدهاش. هو الوحيد في نادي الزمالك لحد دلوقتي اللي ما خدش قسطه بعد ما كل اللعيبه اخدوا قسطهم. خلافات ميدو ممكن يصبر على الفلوس، لكن الخلافات الماديه او ان ميدو يحس ان هو بيتعامل معامله غير معامله النجم، ما اعتقدش ان ده اللي يرضى بيه ميدو او ده اللي يقبل بيه ميدو. الفلوس ما اعتقدش ان هي كل حاجه بالنسبه له، ولكن اعتقد ان الموضوع دلوقتي دخل في مرحله العند بعد خلاف ميدو مع رئيس النادي الاستاذ ممدوح عباس. في كلام بيقول ان ميدو بعت انذار النهارده لنادي الزمالك، وميدو في برضه كلام بيتقال ان ميدو تلقى عروض كتيره قوي من انجلترا. ميدو بيعرف يلف او بيعرف يروح في حته انجلترا دي كويس قوي، عنده السماسره بتوعه، عنده ايده شغاله هناك، ما عندوش اي مشاكل. الناس كلها بتتكلم دلوقتي بتقول طب ميدو هو ما بيلعبش يقدر يروح انجلترا؟ ما هو قبل كده برضه مشي من نادي الزمالك وراح انجلترا، امكانياته بتجيبه، امكانياته الجسمانيه، بيعرف يشغل نفسه هناك، بيعرف يسوق نفسه، حته الاحتراف دي لعبته. بس النهارده ميدو بيلعب بورقه كبيره قوي وهي ورقه نادي الزمالك. ميدو النهارده لو مشي من نادي الزمالك، ميدو النهارده في كلام كبير بيتقال ان يعني المسؤولين في نادي الزمالك بينهوا على طموحات ميدو داخل نادي الزمالك، لان ميدو ليه تصريحات بيقول ان هو بيحلم يبقى رئيس نادي، بيحلم يبقى عضو مجلس اداره، بيحلم يتولى مجلس اداره نادي الزمالك. هل ده سبب فعلا الخلافات دي؟ هل وجود الكابتن حسن شحاته سبب الخلافات دي؟ احنا مش عارفين. اما جه الكابتن حسن شحاته، كنت قاعد انا وميدو، معانا واحد صاحبنا جدا مسؤول عندنا هنا في الحياه، مش عايز يعني مش هقدر اقول اسمه، بس قال له مفيش داعي تيجي او مفيش داعي تلعب دلوقتي في وجود الكابتن حسن شحاته، لعبك صعب او فرصه لعبك صعبه. ولكن ميدو قعد مع الكابتن حسن شحاته وقال ان الامور على ما يرام، وان الكابتن حسن شحاته هيديله فرصه. ناس كتيره حذرت ميدو، قالت له اللي في القلب في القلب، مش هتشوف الملعب. ولكن الراجل برضه صبر وحاول واتكلم، والحقيقه كلام برضو كتير قوي، مش بس الكابتن حسن شحاته هو الكلام وقف عنده، ولكن لا، مجلس الاداره كمان وقف. ميدو في التوقيت ده كان برضو محتاج مساعده من نادي الزمالك. ممكن الراجل يصبر على فلوسه، لكن المجلس مفيش. استاذ عمرو الجنايني النهارده اللي راح جابه من هناك، فين الناس دي كلها النهارده؟ الموضوع راح. استاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك اللي دائما وابدا الوعود باللعيبه والنجوم، ورقه ميدو دي كانت في يوم من الايام في انتخابات نادي الزمالك، استاذ ممدوح عباس كان دايما بيلعب بيها هو وشيكابالا، هجيب ميدو هجيب شيكابالا. هل النهارده بعد ما كل الورق ده جه الامور النهارده بقت سهله؟ هل النهارده ميدو بنشوفه خارج من نادي الزمالك عادي كده مفيش ادنى مشكله؟ وبنسمع ان شيكابالا جاي له عروض لتركيا، مش عارف دي بالونات بقى. هل جمهور الزمالك النهارده هيرضى او هيرتضي ان ميدو يمشي وشيكابالا يمشي ونادي الزمالك يصبح من غير نجوم؟ ده اللي برضه مش عارفينه. خبرنا التاني النهارده بيقول مجلس الزمالك يطلب حضور ميدو لانهاء الازمه. هي برضه اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك بيطلبوا عقد اجتماع او قعده يوم الثلاث